علم التخاطب الإسلامي، دراسة لسانية لمناهج علماء الأصول في فهم النص، للدكتور محمد يونس. الكتاب دعوة إلى علم التخاطب الإسلامي وتأسيسه، فقد أثمر التلاقح بين الدرس الأصولي والدرس الفلسفي نشأة علم جديد يمكن تسميته بعلم التخاطب الإسلامي. وهذا الكتاب شروع في وضع قواعد مؤسسة لهذا العلم الذي استمدت مادته مما خلفه الأصوليون في مجالات اللغة وتحليل الخطاب والنص والفلسفة والمنطق. إن الغاية من علم التخاطب كما يقول المؤلف هو معرفة كيفية حصول التفاهم بين المتخاطبين، وتشمل مسائله كل العناصر التي تسهم في إحداث التخاطب من وضع واستعمال وقراء وأنواع الدلالة المختلفة والنظريات ذات الصلة بالاستعمال والسياق. وقد ذكر أن من مبادئه قضايا اللغة المختلفة، ومنها تحليل الخطاب وعلم الأصول وبقية العلوم النقلية والعقلية، منبها على أن فكرة إفراد علم خاص يبحث مجال التخاطب لا تروق لفئتين. الأولى تلك الفئة التي تفضل المنهج الباطني في دراسة النص متغافلة عن عنصر القصدية والمراد، والثانية الذين يغلقون باب الاجتهاد ويسدون مسالك التجديد ويشككون في كل محاولات التطوير والانفتاح على مصادر المعرفة غير التراثية. قسم المؤلف الكتاب إلى 5 فصول. الأول جعله مقدمة عامة فيها مناهج الأصوليين التخاطبية وأهداف الدراسة ونطاقها وبنيتها. الثاني في الوضع والاستعمال، متحدثا فيه عن القصد والقرينة والاستعمال. ثم الثالث الحمل، متحدثا فيه عن الدلالة باللفظ والسياق وأنواع القرينة. وجعل الفصل الرابع في نظرية الحمل السياقي عند ابن تيمية، وفيه الدعوة إلى المنهج السياقي، الخلفية الفلسفية، أنموذج الحمل عند ابن تيمية. الخامس في طرق الدلالة، متحدثا عن دلالات الألفاظ وتقسيمها عند الحنفية والشافعية وعن مفهوم المخالفة والموافقة. ثم الخاتمة. الكتاب يتضمن حثا ضمنيا على الشروع في صوغ خطاب إسلامي نهضوي يحسن صورة التراث ويظهره على حقيقته الغراء، لينفض عنه غبار التشويه الذي مارسه أعداؤه ورسخه بعض أنصاره في أذهان الكثيرين. وذكر المؤلف أن التبصرات النافذة التي اشتملت عليها كتب الأصول حرية بأن تصاغ صوغا علميا حديثا يضاهي أحدث النظريات اللسانية الحديثة. المؤلف تأسس في علم الأصول والعربية في حلق العلم ومعاهده العتيقة بليبيا، جلس فيها بين يدي أكابر العلماء، كما درس دراسة أكاديمية في الشرق والغرب بوأته بأن يطلق دعوة لعلم تخاطب إسلامي، وذلك ما يجعله جديرا بقراءة كتابه والإصغاء إلى أطروحاته.